عم لا عم لا، انا جاي معاك. السلام عليكم يا ابطال، على احلى جيش على اليوتيوب كله. انا عايز كل داخل على الفيديو دوت يركز معايا في كل كلمه انا بقولها. انا لحد الان يا ابطال اخويا ما اعرفش هو فين لحد الان. انا بقالي بتاع 3 ايام او 4 ايام بالظبط انا اخويا ما اعرفش عنه اي حاجه، ولا عارف ان تشارلي هي اللي خطفت اخويا، ولا عارف بابا نويل، ولا عارف مين الراجل اللي لابس ماسك بابا نويل ده اساسا. ولقينا فيه ورقه لكن حرفيا الكاميرا فصلت لما رينا الورقه دي واحنا بنفتحها، مكتوب فيها ان بابا نويل هيموت مكار وهيموتنا انا. مين بقى الراجل اللي لابس ماسك بابا نويل ده؟ انا مش عارف. انا دلوقتي صحاني من النوم مكار وصوته يعني زي ما يكون هو مش في خطر، هو فوق مرحله الخطر. بيقول لي يا ابني تجيلي بسرعه لان حرفيا احنا هنا بابا نويل بيموتنا بمعنى الكلمه، ماسك مش عارف سكينه في ايده ولا ماسك ايه في ايده وبيموتنا احنا والرجاله كلها. طبعا انا حتى الكاميرا مثبتها، انا يعني بعمل المقدمه دي وانا مثبت الكاميرا ورنيت على جرجس ورنيت على فيل وهم جاي لي دلوقتي حالا وانا بصور المقدمه دي عشان افهمكم احنا رايحين دلوقتي فين. انا حرفيا دلوقتي الساعه 4 الفجر، بامانه الساعه 4 الفجر يا ابطال انا صاحي، يعني انا ما بنامش اساسا من ساعه ما لما اخويا انا ما اعرفش عنه اي حاجه. بس ان شاء الله هنلاقيه باذن الله هنلاقيه. كل اللي بيتفرج على فيديوهاتنا يا ابطال انا مش عايزك كلمه اللايك دي، اوعى ما تدوس لايك، دوس لايك دوس مرتين على قد ما تقدر يا ابطال. ده اشملوا الفيديو ده لايكات لان حرفيا انا اخويا بقاله بالظبط 4 ايام ولا 3، بقاله بالظبط 4 ايام انا ما اعرفش عنه اي حاجه. فانا مكار دلوقتي كلمني بيقول لي يا ابني تعالى لي بسرعه، فانا بامانه صحيت من النوم مفزوع. انا كل اللي عملته ان انا لبست وهلبس دلوقتي حالا، المفروض دلوقتي ان جاي دلوقتي جرجس وفلو جايين دلوقتي حالا في الطريق داخلين على بيتي، وانا بصور دلوقتي المقدمه دي عشان خاطر اعرفكم ايه اللي هيحصل معانا. وجايز انا تحصل لي حاجه وجايز ان انا اموت، جايز ما ارجعش، فاحنا بنصور كل حاجه اول باول عشان تعرفوا احنا حصل معانا ايه. فيا ابطالنا كل الناس دوس لايك للفيديو دوت، دوس لايك واهم حاجه كمل الفيديو لحد الاخر خاطر لو حصلت لي حاجه تعرف بامانه. ودعواتكم معانا يا ابطال، انا عايز كل الناس تدعي لنا تحت في الكومنتات وكل الناس تدعي لنا ان احنا نلاقي اخويا، لان حرفيا انا اخويا الصغير ده ما اقدرش اعيش من غيره. بقى معانا الفيديو اول لما نوصل عند مكار وربنا يستر يا رب، ويا رب ما يكونش في حاجه حصلت ان هو حرفيا بيكلمني وصوته يا عيني زي ما يكون في مصيبه كبيره جدا. بيقول تعالى بسرعه ان بابا نويل بيموتنا هنا. فانا قمت من على النوم بسرعه يا دوب غسلت وشي ولبست وكلمت الشباب والشباب دلوقتي جايين وفي طريقنا المكار. كل الناس تدوس لايك للفيديو، جيش جمهوريه مكار، جيش يوسف النني، كله دوس لايك للفيديو دوت. عايزين نغرب الفيديو ده لايكات عشان خاطر نوصله لكل الناس. وطبعا انا كلمت حد من تبع مكار من صحابه وقلت له شوف لي كلب او شوف لي اي حاجه نهاجمه بيها، لان حرفيا ده التعامل معاه صعب، لازم يكون معانا حيوان او يكون معانا اي حاجه عشان نعرف نتعامل معاه. فبس ربنا يستر يا ابطال ونوصل لحل، واهم حاجه كمل الفيديو لحد الاخر. ولو انت عندك اي حل اكتب لي تحت في الكومنتات، وكل الناس تدعي لي ان اخويا الصغير يرجع. دعواتكم معايا يا ابطال، انا ماليش غيركم انتوا بس اللي واقفين في ظهرنا. فكل الناس تدعي لنا ان احنا نلاقي اخويا، وانا واثق ان احنا ورانا جيش واقف في ظهرنا وان شاء الله هنوصل لحل. تابعوا معانا لما نوصل عند مكار. دلوقتي احنا وصلنا عند مكار دلوقتي حالا وهرنا عليه عشان خاطر نشوف هو فين. انا عايز كل ما داس لايك ودوس لايك دلوقتي حالا للفيديو داش من الفيديو ده لايكات عشان خاطر حرفيا الفيديو ده مهم جدا جدا يا ابطال. احنا حرفيا مكار مكلمنا، احنا الساعه كام دلوقتي؟ التليفون بتاعي فاصل. الساعة 3 وتلت الآن 3 ونص كمان. يا جدعان حرفيا كله كامل معانا الفيديو ده لحد الاخر. انا مش عايزك تقدم لحظه واحده. احنا بامانه جايين هنا عند مكار في الحونديه، مشوار ما يعلم بالله ربنا حرفيا من عندنا احنا بامانه مشوار بتاع حوالي 3 ساعات عشان نيجي هنا. فاحنا ما نمناش واعيين في مشاكل ما يعلم بها الا ربنا، بس ان شاء الله هنوصل لحل. وطبعا معانا احنا بنتكلم مكار دلوقتي. الو ايه يا استاذ يوسف؟ ايه انت فين؟ انت اللي فين يا باشا؟ انا وصلت ناحيه يا عم تعالى انا هبعت لك اللوكيشن دلوقتي. يا عم طب انا ما اعرفش حاجه عنك يا اسطى هنا، انا وصلت المنطقه عندك ومش عارف اجي منين. انا هبعت لك اللوكيشن تجي لي دلوقتي، تعالى لي بسرعه زي ما قلت لك. طب ماشي انا جاي لك يا اسطى. طب في حاجه حصلت عندك طيب؟ يا عم تعالى الاول بقى، في ايه؟ طب سلام، ابعت لي لسه بالكوشن بسرعه انا وصلت منطقتك. بس على الواتس بالله عليك ما تتاخر. يا عم انا وصلت منطقتك يا حبيبي بس انا مش عارف اجي لك فين. ماشي يا اسطى ابعت لك اللوكيشن حالا اهو. يلا سلام. يلا سلام. مش عارف في يا جدعان حرفيا شكلها في مصيبه كبيره جدا، ربنا يستر يا ابطال. كله دوس لايك يا جدعان، كله فيديو لايكات. يا عم انا مش ايه خايف يا مكار. خش جوه. في ايه طيب؟ في عامل ايه؟ خش ايه بقى؟ يا جرجس خش جوه. بص يا جدعان خارب الدنيا. سلم بس كده. في ايه؟ انا مش فاهم اي حاجه. هقول لك حاجه فهمني ايه؟ انا كنت شايف عندك بتقول بابا نويل ومش عارف ايه وبتاع وبتاع ايوه يا اسطى واخد اخويا ماشي تمام حلو قوي. بص بقى هناك كده، صور يا اسطى هناك كده. بابا نويل هنا اهو يا اسطى اهو. ده بقى معانا بقى. خلي بالك
بالك يا شريف، يا شريف خلي بالك يا شريف. طب يا جماعه حرفيا ده بابا الويل موجود هناك. بتصور يا جدعان. عايز افهمك على حاجه، انا اخويا بقاله 3 ايام ما اعرفش عنه حاجه، اخويا الصغير. وصل لك الفكره؟ يا عم ماشي، انت قبل كده يا جدعان يا جدعان ركز يوسف قبل كده جالنا بمشكله. جالنا خطر بمشكله يا اسطى، فاهمه اللي هو خطر يا عم. مش هينفع نخش عليه. مش هنخش عليه مش ازاي؟ هينفع مش بص هينفع. يا اسطى انا ده باجي اضربه، ده باجي اضربه كده، ما عادش اضربه يا ابني والله. يا جدعان ده جالنا قدام بيته عايز يعمل حوارات وبتاع احنا نجري وراه هو يجري كده. جمعنا يعني احنا نخلص من الحوار الشيخ النصاب تطلع لنا بحوار تاني يا ابني انا اعرفه منين؟ هو انت ما بتجيش هنا غير بحوارات يا ابني. يا جدعان يا جدعان اهدوا. يعني بابا نويل جالنا قدام البيت وعايز يعمل حوارات ومشاكل وي 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 احنا نجري وراه هو يجري، احنا نجري وراه هو يجري. فوصلنا المكان ده، طبعا رنيت على الرجاله زلزال ابو اصاله وشريف وفي ناس تانية جايه دلوقتي. رنيت على الرجاله كلها وجبت طبعا يوسف، لان انا كنت شايف اصلا يوسف بيعمل الكلام دوت وهو عامل معاه مشاكل. فالمفروض ان هو سبب الحوار ده كله. اللي فات يا اسطى كان جالنا قبل كده بحوار مكار فاصل احنا كنا في حوار يا عم مكار بعد اذنك بتاع الشيخ النصاب يا عم وعملنا مش حوار فاصل. كلنا انخطفنا الساعة 4 الفجر معانا الساعة 4 يا جدعان 4. يا انا اسطى. عايز افهم حاجه، اخويا الصغير ما شفتوش معاه؟ لا يا جدعان اخويا الصغير بقاله 3 ايام. مني حاجه غريبه الدنيا يا يوسف. يا ابني انا ما اعرفش ده مين، ده انا ما اعرفوش يا ابني ابني. مش عندك انت. ده خطف اخويا الصغير، انا ما اعرفوش. دلوقتي يا عم مكار كل ما يوسف يجي لنا هنا يجي لنا بمشكلة جديدة. يا صاحبي يا زلزال يا عم يوسف بعد اذنك انا عندي اصلا الحوار بتاع احنا عندنا اصلا الحوار بتاع الشيخ أنا ما النصاب. أعرفوش. طب خلي ماشي، بالكم ما بيقرب، تعرفوش خلي بالكم بيقرب. هو بعدين هقول لك على حاجه، مكار استنى، ده ساب ورقه بيقول ان هو هيموتك. هو قرب هو قرب هو قرب. خلي بالك يا مكار. هو عايز ايه يعني؟ خلي بالك عشان عليه بقى. تعالى يا عم تعالى يا عم. استنى افتح التليفون ده. ايه ده يا اسطى؟ مثل الشاشه من فوق تلاقيها اشتغل. كله يعمل شير الفيديو وكله يعمل لايك للفيديو. تعالى يا اسطى، تعالى بسرعه تعالى بسرعه. تعالى يا عم تعالى يا عم. ارجع يا شريف. عايز ايه يا عم؟ اجري اجري. ارجع يا شريف. ارجع يا شريف. استنى يا شريف. الحق ارجع. ولا الحق. قوم يا شريف قوم يا شريف، اعدل المكنه بسرعه. اوعى خالص بقى. اوعى ارجع. اوعى والله. ولا خلي بالك. ما تيجي انا يا اسطى. اوعى يا عم انت دماغك محفله ليه؟ رجع المكنه دلوقتي ما تهدى بقى. خلي بالك يا خلي بالك يا زلزال. يا جدعان مش عايزين حد مننا يتأذى يا جدعان. اركن يا عم ولا اجري انا ماسك حاجه. يلا اجري. طب انت سبته يا اسطى المكنه هناك. الحق اركب المكنه. هياخد المكنه اخ. اجري يلا. الحق يا زلزال. يلا كوستا. ما فيهاش المفتاح يا كوستا. عايز ايه؟ عايز ايه؟ يا اسطى اركنها هيعورنا. تعالى يا اركنها. يا اسطى هتتعوروا يا اسطى. خلي بالك يا مصطفى. استنى يا جدعان، ده دخل جوه في الزرع. ولا دخل جوه في الزرع. جاي. ماسك حاجات يا جدعان، ماسك حاجه في ايده. ماسك حاجه في ايده. خلي بالكم يا جدعان عشان طب بقول لك ايه، امسكوا اي حاجه في ايدوك يا جدعان عشان دوت انا ما كنتش بعرف اضربه. لا اجري. ولا استنى يا شريف خدني معاك. خلي بالك. ارجع يا شريف يا يوسف. خد يلا. هات. خلي بالك يلا هنا. هنا ولا عايز ايه ده؟ عايز ايه يا جدعان؟ عايز ايه مني ده؟ ولا عم يوسف. يا ابني انا مش عارف ده مين. بيبعد ويقرب في ثانيه. خلي بالك انت. ماشي زلزال، خلي بالك يا زلزال. خلي بالك يا شريف. استنى يا شريف. خلي بالك. يا اسطى مين ده؟ هو جالكوا هنا ازاي يا اسطى؟ ارجع. حل عليه. خش. اطلع كنت وانا اجي معاه.
جاي ورا جاي ورا. خلي بالك يا مكار. هيموتنا يا جماعه حرفيا مش عارفين ده مين ده يا هيموتنا يا جدعان. جدعان. كله يعمل شير للفيديو يا جدعان. هو ده يا اسطى اللي ضربنا. هو فين؟ هو راح فين؟ هو كده بقى على طول. لا ما هنط عليك، كنت هنط عليك. كل اسبوع تقول لي محور. اوعى المكار، اوعى المحور. اخويا فين يالا؟ استنى بس اخويا مخطوف يا اسطى. ماشي يا عم انا معاك. اخويا فين؟ اتقل. طب ما انت بقول لك ايه؟ شوف هو عايز يعمل ايه ولا هو عايز يقول ايه؟ هنسمعه. يا عم هو بيتكلم. معرفش انا هتفضل تقعد تضرب ده فيها كل وتضرب فينا. يومين بتعرف حوارات. استنى ايه ده؟ انت يا عم انت خلي بالك. ارجع يا مكار يا مكار. ولا ارجع يا يا يوسف استنى اجري يا اسطى. سيب النن سيب النن. ولا يوسف. اثبت بقى كده. ولا لا عايزين نرجع اخوك. اخويا فين؟ عايزين نرجع اخوك. بس شوف يا عم ايه ده بقى. استنى. عايزين نرجع اخوك. اخويا فين؟ هنرجع على يوسف. بقول لك اهو. هرجع على مش هرجعه. ارجع. اجري ولا ولا الحق. ارجع بس. لا اتقل بس. عايز ايه يا ابن المجنون؟ يا اسطى هو مجنون يا اسطى. اخويا فين؟ فين اخوك؟ يا جدعان ما حدش يتعوق. بص البتاعه دي. ارجع يا مكار. ايه البتاعه دي بقى انا عايز افهم. ايه البتاعه دي؟ ايه ده؟ ايه دي؟ ايه دي؟ الحق عمل ايه؟ سيبها له. لا سيبها له. كسرها يا عم. فيها حاجه على فكره. خد يا اخويا فين يا عم؟ اخويا فين؟ فيها حاجه على فكره. ارمي بتاع اللي في ايدك دي. تعال ارجع يا مكار ورا. كمان يا اسطى البتاعه دي فيها حاجه يا اسطى. احنا عاملين نجري كده حواليه. مش عارفين برضه عامل ايه برضه. فيها ايه البتاع؟ يا ابن الكلب. ارجع يا مكار ارجع. انا عايزينك يا مكار. يا ابن الكلب مش هينفع. اوعى ولا هينفع يا جدعان. بقول لك ايه انا معاك انت عايز ايه بس. بتاع يا اسطى لسه منوره. ايه ده؟ يا اسطى البتاع لسه منوره يا اسطى. مكسره. يوسف مكسره. انا مكسرها البتاع اللي بتنور دي. يا جماعه حرفيا احنا مش عارفين نعمل ايه مع الراجل المجنون دوت. ايه ده؟ طب اهدى عايز ايه؟ احنا عايزين اخوه. اخويا يا فين؟ جدعان البتاعه دي ما اتكسرتش. استنى البتاع ده في حاجه مسيطره عليه او الواد ده في حاجه. ركز احنا مش عايزين نأذيه. بص عشان هنتكلم معاك بالراحه. انت يا عم مجنون. بالراحه. استنى ما تكلم. هنتكلم معاك بالراحه. هنتكلم معاه. وانت جيت هنا كلموا يا عم انجليزي يا عم. يا عم يمكن يكون يا جدعان بيفهم انجليزي ما بيفهمش عربي. هل يو سبيك انجلش؟ خد بليز. بقول لك يا انجليش. انا الطايره بيتنور. نورها له. نورها. يا جدعان يا مكار ما انت ممكن تنور. ما نورها له. اهي نورها يا اسطى. على ايه دي يا عم؟ بتاع مكتوب عليها اول اللي رماها فين؟ بتاع اللي رماها فين؟ بتاع اللي رماها مش عايزنا نتكلم معاه يا جدعان. مش عايزنا نتكلم معاه. اعمل بتاع طب ماشي انا هاجي معاك استنى امسكوا يالا. اركي المكنه شريف. اركي المكنه ارمي البتاع اللي في ايدك دي يالا دي. انت عايز ايه يا ابن المجنون اهو؟ بتاع اللي في ايدك دي. ارجع يلا يا يوسف. ارجع يا ابن الوسخه. ارجع مسكته. ارجع
في ايه؟ عورني بالبتاع. خد تعالوا هنا تعالوا هنا تعالوا هنا. فعلا. شريف راحت المكنه يا شريف. بقول لك اخويا فين؟ فين اخوه؟ ماشي انت هتموتني ماشي. فين اخوه؟ وريني. البتاع راحت فين؟ استنى يا شريف استنى يا شريف استنى يا شريف. يا عم انت مش هتموت. يا اسطى ما تروحش تروح فين؟ ما تروحش. فهمني بس فهمني يا ابني لازم اروح له لوحدي. ما تروحش يا اسطى. عايز ايه؟ وعايز ايه؟ عايز مني. انا اروح له لوحدي. مش هينفع انا معاك انا. يا عم استنى ما هو مش راضي هو عايز انا لوحدي. استنى يا اسطى مش هينفع. استنى بختار. يا بكار لا يا بكار روح يا بكار. عايز احنا نروح. لا ايوه لا انت لا هروح لا يا بكار وانت لا يوسف. بختار لا روح معانا بختار. ارجع الرجاله ورا معلش يا رجاله عشان خاطر يا جدعان لا بس يا بكار. ده بس انا بقى لا يا بكار. يا عم احنا لازم نروح. ارجع يا بكار ارجع. يا عم ارجع يا عم. ارجع بقى يا بكار ارجع يا يوسف. تعالى يا شريف هنا. يا اسطى استنى يا اسطى يا عم هنشوف عايز ايه. هو عايز خلي بالك يا سجال. انا جاي معاك. بس خلاص يا جدعان خليكم انتوا ورا. يا عم ارجع. انا هاجي معاك. استنى بس استنى ارجع يا اسطى. استنى بقى. انا جاي معاك اهو. يا عم ارجع. يا عم هات انا التليفون ده معاك كده خليكم اقفله. انتوا ورا. هات التليفون ثواني. التليفون التاني فين؟ هات التليفونين كده. هات التليفونين. انا رايح معاه بس ارجع انت ورا. انا جاي معاك خلاص. انا جاي معاك. ارجع انت ورا. ارجع يا ورا. عم لا. انا جاي معاك. بس خلاص خليك انت ورا. انا جاي معاك. خلاص خليك انت ورا. خلي بالك طب مني. ارجع اقفله. ارجع اقفله. بص انا جاي معاك. خلاص يا ابني سيبني. فيلو يا جدعان. بص يا جدعان خلي بالك. واخده فين ما نعرفش. شوفوا عايز يعمل ايه. احنا اهو. استنى يا اسطى استنى ارجعوا انتوا ورا. خلي بالك. فيلو بقول لك يا فيلو امسك ثواني يا عم. امسك ثواني يا ابني. يوسف احنا مش لاقيينه ولا لاقيين بابا نويل ولا لاقيين بابا نويل. انا ما اعرفش يا جدعان لما يخطفوا. فالمهم دلوقتي هناك اهو. لما يكون في تكمله فيديو تحت في الديسكربشن على قناتي. اللي هيحصل احداث مهمه جدا. ايه اللي هيحصل ما اعرفش. هنبدا دلوقتي ندور على بابا نويل عشان نرجع يوسف لان اخو يوسف مخطوف وهو شكله كده خاطف يوسف النني.